تصريح خطير من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بسبب أزمة العجلات يصدم الملايين. انظر ماذا قال. إذا كنت محبا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتريد أن تصلك أخبار بلد 1.5 مليون شهيد، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. أثارت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والتفاعل الكبير، بعدما ظهر عدد من المواطنين في الجزائر وهم يعبرون عن فرحتهم بالحصول على عجلات سيارات، في مشاهد اعتبرها كثيرون غير مألوفة من حيث حجم الانفعال المرافق لها. وتظهر بعض المقاطع مواطنين وهم يحتفلون بطريقة لافتة فور اقتنائهم إطارات سيارات، في وقت ذهب فيه آخرون إلى التعبير عن فرحتهم بأساليب مبالغ فيها وصلت حد احتضان العجلات والتفاعل معها كسلعة نادرة تم الحصول عليها بعد انتظار طويل، وهو ما ساهم في انتشار الفيديوهات بسرعة كبيرة على المنصات الرقمية. وتباينت ردود الفعل حول هذه المشاهد، إذ اعتبرها البعض انعكاسا مباشرا لواقع السوق المزري وندرة بعض المواد الاستهلاكية لفترات طويلة، فيما تعامل معها آخرون بسخرية، مستغلين الطابع العاطفي للمقاطع لإنتاج تعليقات ساخرة ومحتوى تفاعلي واسع الانتشار. ويرى متابعون أن قوة انتشار هذه الفيديوهات لا ترتبط فقط بمضمونها، بل أيضا بطريقة تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التركيز على اللقطات الأكثر إثارة للانتباه، ما يجعلها كتقديم عفوي للواقع الفعلي المتدهور، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواد تشهد تقلبات مستمرة في التوفر داخل الأسواق. وفي ظل هذا التفاعل، تستمر النقاشات الرقمية حول وضعية بعض المواد الأساسية في الجزائر الجديدة، وكيف تتحول لحظات اقتناء عادية في ظروف طبيعية إلى مادة للسخرية أو النقاش العام، بسبب الواقع المتردي وبفعل ضغط المنصات الاجتماعية وسرعة انتشار المحتوى البصري. تصريح خطير من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بسبب أزمة العجلات يصدم الملايين. انظر ماذا قال. فحسب قناة الجزائر الدولية للأخبار، فإن عبد المجيد تبون يتابع باهتمام كبير أزمة العجلات التي تضرب الجزائر، حيث أمر بتسريع وتيرة إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة.